السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. وحشتونا والله كتير قوي. النهاردة هنعمل بقى مع بعض حاجة حلوة كده جميلة. هنعمل بسبوسة اسكندراني او هريسة. طبعا طريقتها بسيطة جدا وسهلة. معايا هنا كوبايتين دقيق سميد، وكوباية الا ربع لبن، وكوباية الا ربع سمنة، ونص كوباية سكر، ومعايا معلقة صغيرة بيكنج باودر زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا يعتبر يعني نص كوباية برضو جوز هند، ومعايا معلقتين دقيق، ومعلقتين الدقيق ونص كوباية من الجوز الهند. هنا الأول هنضيف نص كوباية السكر، حبايبي قلبي ما تنسوش اللايك، وربع كوباية مية، يعني نص سكر وربع مية، وهنرفعهم على النار وهنفضل نقلب فيهم لغاية ما يتكرملوا خالص كده ولونهم يبقى ذهبي وينشفوا شوية. انا كده عاملاها في حلة من جوه بيضة عشان تشوفوا معايا. حبايب قلبي ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ويا ريت لما يظهر اعلانات في الفيديو تكملوها، يعني علشان بس يبقى في تفاعل في القناة. هنا طبعا انا ضفت اللبن على السكر بعد ما تكرمل، يبقى نص السكر وربع مية، اسيبهم يتكرملوا شوية على النار ويغلوا خالص، وبعد كده هنزل بكوباية الا ربع لبن، وهنزل بالسمنة. وهنا بقى في اللي ما كنتش يعني ما كانش مع المكونات في الاول الفيديو، معلقتين عسل ابيض او عسل كلوكوز اللي عندك، المهم في معلقتين عسل لازم يتضافوا. هنا طبعا بقى معايا المكونات الجافة، خلصنا المكونات اللي هي السايلة على النار. وهنا معايا كوبايتين السميد ومعلقتين الدقيق، انا مش هضيفهم كلهم. وهنا ضفت معلقة البيكنج باودر، المعلقة الصغيرة. هقلب المكونات دي حلو كويس مع بعض، وبعد كده هنزل عليها بالمواد السائلة اللي احنا جهزناها على النار. انا مش هعجن هنا، انا دوبك يعني هخلي المواد، يعني المادة السائلة، المادة الجافة يعني الحاجات الجافة دي تشربها، ما عجنتش خالص زي ما انتوا شفتوا كده. هنا هبدأ اللي هو هفردها، الصينية مدهونة سمنة. طبعا هنا عشان هي تخينة جبت معلقة ظهرها ناعم زي كده، اي حاجة عندك بقى. وانا هنا عشان المعلقة بالنسبة لي كانت كويسة ان هي تفرد وش البسبوسة يعني وتنعمه. زي ما انتوا شايفين الصينية كده ادخلها الفرن واوريها لكم. هنا طبعا كان معايا الشربات بتاعها ده لازم يبقى سخن، وبعدين كوباية سكر على كوباية مية، يعني احنا مخلين الشربات بتاعها سايل شوية مش تقيل، علشان هي فيها السكر اللي احنا كرملناه في الاول. طبعا يا حبايب قلبي هي فيها بعض النقط سودا كده، دي جوز الهند. كنت حاطه طبعا جوز الهند فجاب في العجينه في الوش. هي لو كانت العجينه سايله شويه كانت بتاعت هنا تبرد بقى واوريها لكم. طبعا هنا الاضاءه بتاعت التليفون كانت فاصله فمش باينه كويس. والله الكاميرا ظلمه لونها، هي لونها ذهبي كده وجميل جدا. طبعا من المعروف ان الهريسه او يعني بسبوسه، طبعا انت لو حابه تزودي الكميه زوديها، لو انت حابه سمكه هيبقى اعلى من اللي انت هتشوفيه، بس هي بالنسبه لي ده كان سمكه كده كان جميل، وطعمها كان حكايه. بألف هنا للي اكلها، وبتمنى ان انتوا تجربوها. لا اله الا الله.
اعوذ بالله مش انا هنا كده ما كنتش عارفه اظبط الكاميرا خالص. شايفين هي بصي هو يعني سمكها مش اللي هو عالي، سمكها كان وسط كده، ولا تخينة ولا اللي هي رقيقة خالص وناشفة. بس والله انا عايزة اقولكم كانت ناعمة ومرملة جدا. لو انتي حابة السمك يبقى اعلى من كده شوية زودي نص كوباية سميد، دقيق سميد اللي هو بتاع البسبوسة السايب. حبايب قلبي، يا رب الفيديو ينال اعجابكم، ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. مع السلامة.